أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. أغنية حزينة جديدة بعنوان فراقك قتلني الجزء التاني. الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين أنا كنت أصدرت منها جزء أول في العام الماضي، والنهاردة يوم 24 يناير قررت إصدار الجزء التاني من الأغنية الحزينة دي. برغم فشل الجزء الأولاني، إلا إننا قررنا إن إحنا نصدر الجزء التاني. الجزء التاني مختلف ورائع. هقرألكم جزئية كده من كلمات الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين. فراقك قتلني بمستوى خيالي، تخطى الحدود ودمرني، وغيابك خلى عندي مليار اكتئاب. غدرتي والغدر دبحني، من جوايا دشملني، ومن شدة الفراق دمرني. مش معروف الفراق اللي حصل كان ايه هي الأسباب. فيا أعزائي المتابعين، أغنية حزينة دي يعني تختلف أشد الاختلاف عن أي أغنية حزينة تم إصدارها. طيب ثواني كده يا أعزائي المتابعين، عايز أقول لكم حاجة في غاية الأهمية. أعزائي المتابعين، إحنا حاليا يعني في أرقام مشاهدات في حالة تحسن، وفي أرقام مشاهدات في حالة اضمحلال كامل. بس يا أعزائي المتابعين، إحنا محتاجين نظبط شوية مع بعض موضوع مشاهدات الأغاني الحزينة دي قبل ما نبطلها، لأن إحنا داخلين على شهر اسمه شهر رمضان. وأنا أحب من غير مقاطعة إن أنا أقول لكم إن في شهر رمضان إحنا هنوقف إصدار أغاني حزينة، وده هيكون طبعا سببه إن إحنا يا أعزائي المتابعين لازم هنحترم شهر رمضان مهما كان. فلازم يعني نبقى مهتمين بشهر رمضان بشكل كامل، ومش هينفع إن إحنا نصدر أغاني حزينة. ففي قصة أنا عملت تأليف ليها. القصة دي مهمة جدا ورائعة جدا ومتميزة جدا يا أعزائي المتابعين. والقصة دي اللي هي إيه بقى؟ اسمها قصة الوحوش. قصة الوحوش هي قصة من وحي الخيال. القصة دي يا أعزائي المتابعين أنا ألفتها بواسطة التخيل. يعني أنا كنت قاعد كده زهقان وفاضي تماما، علي جابني وقال لي تعالى نكتب قصة وكلها خيالية. فقلت له ماله. والقصة صراحة يعني وأنا بألفها كده في دماغي عجبتني، فقررت إن أنا ألفها. القصة دي هتكون عبارة عن 15 حلقة إن شاء الله، بلا مقاطعة، يعني 15 حلقة. ممكن نخليهم 30، ممكن، بس إحنا ما بندورش على عدد الحلقات الكتير، خصوصا في القصة هتكون تجريبية في الإصدار. فإحنا نفضل يعني إن نخلي عدد حلقات القصة دي 15 حلقة. اللي عنده أي رأي تاني في الكلام اللي بقوله يقولي في الكومنتات، واللي عايز القصة تكون 30 حلقة يقول، واللي عايز القصة تكون 15 حلقة يقول برضه. ورأي الأغلبية هو اللي هيمشي، مش رأيي أنا هسيبكم لمهلة مدتها أسبوع كامل للتفكير قبل ما أبدأ في اتخاذ القرار الكامل في إصدار حلقات القصة.
طيب أول حلقة من القصة اللي هي قصة الوحوش هيتم إصدارها إمتى؟ في توقعات بتقول إن إحنا هنصدرها يوم 18 فبراير اللي هو بداية الشهر الكريم شهر رمضان. بس أنا أفضل يا أعزائي المتابعين وبصراحة كاملة إني أعمل إصدار الحلقة الأولى من القصة دي في أواخر شهر يناير، يعني زي الأيام دي كده، علشان نلحق نلم حلقات القصة قبل شهر رمضان كمان، لأن شهر رمضان ممكن الواحد يبقى مكسل شوية. فقولوا لي برضو رأيكم في الموضوع ده يا أعزائي المتابعين عشان نتخذ قرارا نهائيا في هذا الموضوع. طبعا أنا بعتذر عن الغيبة الطويلة، يعني أنا بقالي 3 أيام كاملة ما بنزلش فيديوهات. أنا آسف يا أعزائي المتابعين، والله يعني الموضوع مش بإيديا، في ظروف صعبة بتمر بيها القناة في الوقت الحالي، ويعني مش هقدر أقول لكم غير دعواتكم لينا بالتوفيق والنجاح مهما كان، دعواتكم لينا بالتوفيق والنجاح في الحياة عموما. وبس كده يا أعزائي المتابعين، لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وقبل أي حاجة، قبل ما أنسى، حابب أقول لكم متنسوش تحطوا لايك وكومنت وتقولوا رأيكم في تأليف الأغنية حزينة فراقك قتلني في الجزء التاني. وأشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، مع السلامة.